شيكابالا ايام ما المستشار مرتضى منصور قرر عوده شيكابالا تقريبا من 5-6 سنين للنادي بعد ما كان موجود في الاسماعيلي. في ناس كانت ضد قرار مرتضى منصور ان شيكابالا يرجع، وان شيكابالا خلاص فنش كرويا وان هو مش هيقدر يكمل. دلوقتي هم اللي بيدافعوا عن شيكابالا، وكان بيقولوا لي انا شخصيا. فهي القصه هي ايه؟ يعني انا عايز افهمها يا جماعه، هي بجد حب وكره ولا بجد مسانده للنادي ولا خوف على النادي؟ في النهايه النادي في ظروف صعبه بيمر بيها، والظروف الصعبه دي هي ظروف ماليه بحته. لو في فلوس كل حاجه هتتحل، لو في فلوس الزمالك هيطلع من المشاكل اللي هو فيها، لو في فلوس حتى لو محجوز عليها نلاقي حل بسبب موضوع الحجز دوت. لو في فلوس هندفع الحاجات المتأخرة، لو في فلوس هنجيب صفقات جديدة، لو في فلوس هنجيب لعيبة محترفة في كرة اليد والطايرة والسلة. لو في فلوس النادي هيقف على حيله. لكن كل اللي بيحصل ده والخناقات اللي موجودة دي والمشاكل دي، هل ده عشان ما فيش دوري مثلا الناس فاضية فنبتدي نعلي الشتيمة أو نسخن الدنيا، أو ده وقت مهم جدا لننقض على النادي أو ننقض على المجلس الحالي؟ يعني هل ده وقت لأن الفلوس أو بيحاول يوفر فلوس أو عنده مشاكل إن احنا نهد النادي؟ يعني هل ده منطقي؟ هل ده منطقي إن عقد شيكابالا يطلع في أحد البرامج ويكون احد البرامج صاحبها كان عضو سابق في نادي عضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك؟ يعني هل العقود دي بتتسرب يا جماعه؟ وهل ده مصلحه نادي الزمالك ولا مصلحه شيكابالا نفسه؟ يعني في النهايه انا مقدم برامج، لكن في نفس الوقت انا كنت كابتن النادي وبخاف على النادي وبحبه وعايز النادي يكون في احسن حال، ومش هاممني مين يبقى موجود على الكرسي. في النهاية أي واحد هيكون موجود على الكرسي هكون مساند ليه عشان ينجح، وطالما اللي موجود هينجح هينجحني أنا وينجح الزمالك وينجح فريق الزمالك. ده اللي احنا دورنا ان احنا نعمله الفترة اللي جاية، ان احنا نكون مساندين مش بنهد النادي، مش بنختلق خناقات ونولعها، مش نقول مين صح ومين غلط. مش دورنا، حتى لو احنا شايفين البعض صح والبعض غلط او البعض غلط والبعض صح، مش دورنا في الوقت ده ان احنا نقعد نولع الدنيا ونبني حروب وندي قرارات ونتكلم، نقعد نتكلم. الكلام مش هيجيب نتيجة. الكلام مش هيجيب نتيجة. الكلام والرغي كتير، وكل غاوي ينقط بطاقيته زي ما بيقولوا، وكل واحد يخش وينقط عشان مع او ضد. ده مش هيحل مشاكل نادي الزمالك على فكرة. مشاكل نادي الزمالك مش هتتحل الى ان احنا كلنا نكون في ظهر بعض، ان احنا نكون مساندين لبعض، ان احنا نحاول نطلع من اللي احنا فيه دوت بحلول جذرية وحقيقية عشان ما تتكررش تاني. النهارده يقول لك مجموعه من لعيبه الزمالك هيرفعوا قضيه لفسخ التعاقد عشان فلوسهم المتاخره. ابتدى المواقع تكتب هذا الكلام. ناس تقول لك الزمالك خلاص اشمبونج النهارده، لا اشمبونج 2016. يا جماعه الناس المعارضه لرئيس نادي الزمالك، بغض النظر عن ان كل مجلس له اخطائه اكيد يعني، لكن الناس المعارضه لو بتتكلم على موضوع سبورتنج لشبونه بتاع شيكابالا، طب موضوع باوك كان ايه؟ مين السبب فيه ومين تحمل كل هذه الاموال؟ موضوع قبل كده اجوجو، موضوع يا جماعه مواضيع كبيره وكتيره. تمام؟ القصه مش مين عمل ايه ومين متسبب في ايه، القصه ان احنا كلنا كل واحد عايز يخلص على التاني، كل واحد عايز الكرسي. يعني اللي موجودين دلوقتي لازم يستقيلوا، لازم يمشوا. رئيس النادي هو موجود ولا مش موجود؟ الانتخابات هتقام امتى؟ نبتدي نطلع بيانات، نبتدي ندوس على اللي موجود، نبتدي نعلي في شيكابالا. مع ان في اللجنه المؤقته اللي كانت موجوده كانت ضد تواجد شيكابالا يعني، وما حمتش شيكابالا اساسا. ما هو شيكابالا خد 10 ماتشات وما عرفناش نحتفل وقتها بالفوز بالدوري ايام يعني ما تم منع العائلات من الدخول وكده، وتم ايقاف شيكابالا وحازم امام، وكانت قصه وحكايه. يعني في النهايه يا جماعه مع كل الاحترام والتقدير لكل الناس، كلهم ناس اصدقاء، ناس افاضل، كلنا
شفنا بعض، عرفنا بعض، عشنا مع بعض، لينا ذكريات طيبة، لينا صحابنا سواء اللاعبين القدامى، نجومنا، رموز، رؤساء سابقين حاليين. احنا كلنا لازم نتجمع على قلب رجل واحد يا جماعة. يعني لو احنا ما اتجمعناش على حب النادي او ما اتجمعناش على ان احنا نكون في ظهر النادي، مين اللي هيتجمع؟ هتفتكروا المنافسين هيكونوا فرحانين ان الزمالك يقف على رجليه تاني؟ يعني هو اكيد المنافس سعيد وفرحان ان الزمالك واقع، ان الزمالك مش هياخد بطولات، ان الزمالك بيخسر كل حاجه. شوفوا على السوشيال ميديا واراء الناس وكلامهم على الزمالك والتقليل منه في اي. النهارده بنتكلم النهارده يعني الماتشات، النصر اللي كان معانا في المجموعه وصل للمباراه النهائيه، والنهارده الشباب يمكن اتغلب بعد ما كان قريب، كانت النتيجه 2-1 انتهى 3-1 للهلال، وكان ممكن يتعادل ويقرب بعد طرد حارس مرمى الهلال. يعني كلها كانت مباريات قريبه. النهارده الهلال والنصر في المباراه النهائيه، النصر ده كان يعني فاضل له 5 دقائق ويطلع من البطوله، 5 دقائق بالظبط ويطلع من البطوله. دلوقتي هو في المباراه النهائيه للبطوله العربيه، وديربي الغضب زي ما بيقولوا ما بين النصر والهلال، يعني ديربي رياض. وفرق محترمه وفرق قويه، لكن في النهايه برضو حتى كتير بيحاول يقلل من قيمه الزمالك في البطوله، رغم ان الزمالك انا من وجهه نظري لو احنا بنتكلم على فرقتين 3 4 بالكتير قوي احسن الفرق اللي موجوده من ضمن 16 فريق، الزمالك واحد منهم والله. يعني قوي والاهداف، الزمالك جايب 5 تجوان ودخل مرمى جزاء، دي اللي ادت الى خروجه من البطوله. يعني من غير ولا سكواد، ولا من غير ولا اضافه اي لاعب، ولا المعارين لعبوا، ولا مصابين، كم من المصابين مش موجود، لعيبه مؤثره ومهمه زي الونش ومصطفى شلبي، فيش ولا لعيب جديد انضم لنا. بنلعب باجانب 2 بس بيلعبوا، ومنهم اللي بيتغير زي سيف الجزيري او ابراهيم انضاي اللي بينزل ويبتدي ويخرج وما يلعبش ماتش، غيرنا بيلعب ب8 اجانب وب7 اجانب في البطوله دي. كم الاصابات الموجوده للزمالك اللي بيمر بيها نادي الزمالك، ورغم كده الزمالك واقف على حيله شويه وواقف على رجليه شويه. يعني انا ما بحبش كمان اناقش فكره ان رئيس النادي، وهو ده رمز كبير جدا، وكابتن الفريق، ما ينفعش كابتن فريق يرد على رئيس النادي. وانا اتمنى ان كل حاجه تكون في الغرف المغلقه يا جماعه. يعني الغرف المغلقه نحل مشاكلنا، الغرف المغلقه ان احنا نتكلم وكل حاجه تتحل ونقدر ظروف النادي ولازم ندين بالفضل للاشخاص اللي وقفونا على رجلينا واللي رجعونا للكوره تاني واحيونا من مره تانيه. انا دايما بدين بالفضل لكباتن في تاريخي في الكوره في نادي الزمالك، عمري ما هنسى فضلهم عليا يعني. واشخاص كانوا موجودين في مجالس الادارات، عمري برضو ما بنسى فضلهم الكبير على شخصي انا، وعمري ما بنسى فضل علينا كلنا. يعني مش دورنا يا جماعه ان احنا نقعد نشتم بعض، نعلي الخناقه، ومش دورنا ان احنا نولع، ومش دورنا ان احنا نهد. لا، اللي بجد بيحب نادي الزمالك في الوقت دوت يكون في ظهر النادي، حتى لو مختلف مع رئيس النادي، يكون في ظهر مجلس الإدارة الحالي يدعمه يا سيدي. حتى الشهر ده، يعني لو انتم يعني كارهين قوي كده، الشهر ده اللي فيه دفع الفلوس، الشهر ده اللي فيه جلب الصفقات، الشهر ده اللي فيه معسكر إعداد، الشهر ده اللي فيه توفير فلوس المقدمات العقود للعيبة، الشهر ده اللي فيه الفلوس القديمة تدفع للعيبة، الشهر ده مع الكبيرة والمشاكل اللي ممكن نمر بيها طوال السنة لو كل ده ما تحلش الأيام اللي جاية دي. فأنت لازم تعلي من نفسية الناس اللي موجودة وتحسهم على حل المشاكل وتكون في ظهرهم لحل المشاكل، مش تحبطهم، مش تقلل منهم. في النهاية تعالوا نفترض مثلا أنا مشيت من القناة، خلاص خالد الغندور مشي، جه واحد تاني القناة، هل المشاكل الزمالك اتحلت برحيلي مثلا من القناه؟ طيب رئيس نادي الزمالك اتعزل وقال انا مش موجود خالص ومش هساعد حتى بطريقه وديه، والمجلس اللي موجود ده مشي خلاص، اعلنوا بكره ان كلهم مشوا، وجات لجنه مؤقته هتتعين. اللجنه المؤقته هتقول ايه؟
هتقول يا لهوي ده كارثه وعلينا فلوس كتير وعلينا بلاوي، وبعد كده احنا لسه ما شفناش الملفات ولسه هنشوف علينا ايه ولسه ايه، وعقود اللعيبه لازم نقعد ونشوفها ونعملها، والفلوس اللي علينا كام، طب نجيب فلوس منين، طب نقعد يعني هنقعد بقى يعني ايه الحل؟ هل اللي جاي لو انا بقول لكم لو في حد يطلع دلوقتي علينا من الزملكاويه يقول انا هتبرع ب 500 مليون جنيه للزمالك او هتبرع ب 100 مليون جنيه للزمالك، المجلس الحالي هيقول لهم اوكي اتفضلوا. لكن كل واحد هيقعد يقول كلام. المشاكل النادي ماليه، اللي قادر يحل مشاكل النادي يقول لنا. النادي الزمالك بيحاول ان هو يعني يجيب فلوس عن طريق اسم النادي، يجيب فلوس عن طريق قيمه نادي الزمالك، عن طريق الرعايه، عن طريق عن حاجات كتير، عن فلوس، عن لعيبه، عن يسدد الديون اللي عليه. فالكلام الكتير مش هيحل حاجه. نقعد نرغي كتير ونشتم في بعض ونقلل من بعض وندوس على بعض، ايه اللي هيحله يعني ايه كده؟ احنا حلنا ايه يعني؟ نسقف لبعض يا ولد؟ يعني اللي يكتب حاجه على السوشيال ميديا فينزل صوره لشيكابالا بيدعموا شيكابالا خط احمر، يا ولد برافو 10/10. اللي يشتم رئيس النادي فنقول له يا ولد 100/100. طب اللي يشتم شيكابالا يقول له يا ولد برافو عليك، مرتضى اقوى، يعني ده رئيس نادي. اللي يعني يمجد في مرتضى فنقول يا سلام يا ولد يا ولد. اللي يمجد في شيكابالا يا جامد جدا، حلو قوي قوي. طب عملنا ايه بقى؟ عملنا ايه؟ حلينا مشاكلنا؟ يعني ايه بشوف حاجات يا جماعه حتى من لعيبه قدامى، يا جماعه مش دورنا ده، والله ده مش دورنا. مش دورنا ان احنا ننصر حد على حد ولا نقلل من حد على حساب حد ولا نتخانق على بعض، ده مش دورنا. ده مش دورنا في الوقت ده. احنا كلنا اتربينا في النادي ده وكبرنا في النادي ده وبنحب النادي ده وكلنا استفدنا من النادي دوت، استفدنا شهرة واستفدنا فلوس وفتحنا بيوتنا من النادي دوت، والنادي ده له خير علينا كبير جدا، والجمهور ده هو اللي عملنا وهو اللي خلانا لينا قيمة وقدر في المجتمع اللي احنا عايشين فيه دوت. وانا وجودي هنا بفضل نادي الزمالك وبفضل جمهور الزمالك العظيم وبفضل شخصيات ومدربين ولاعيبه قدامى ولاعيبه زمايل وبطولات احرزناها. كل ده احنا يا جماعه مش منهارين يا جماعه. احنا من اقل من 10 شهور يا جماعه كنا ابطال مصر في كل حاجه، في الدوري وفي الطايره في الكوره وفي الكاس وفي كل حاجه يا جماعه. احنا لغايه شهر 10 ولا اللي جاي ده كان اللي قبليه كان ماتش السوبر مع الاهلي اعتقد، يعني كانت اول خساره لينا في البطوله، يعني عادي يعني هي كده. النادي الاهلي مر بنفس الظروف السنه اللي فاتت يا جماعه، وبعد كده مره واثنين وثلاثه. انا هقولها، لو انا امتلك كنادي مليار جنيه والنادي اللي بينافسني بيمتلك 100 مليون جنيه، وجي النادي اللي بينافسني ابو 100 مليون جنيه خد مني الدوري والكاس، ده اعجاز وانجاز ولا عادي؟ طب اللي معاه مليار جنيه خد الدوري وجاب لعيبه وكسب ابو 100 مليون جنيه اللي بياخد 100 مليون جنيه، يبقى ده الطبيعي والمنطقي ولا ايه؟ انا كاداره بنجح ازاي؟ ما انا بنجح بالفلوس. هو المحله نزل ليه؟ هو اسوان نزل ليه؟ هو الاسماعيلي بيعاني ليه؟ هو المصري لولا كمال ابو علي؟ هو محمد مصلحي لولا محمد مصلحي في الاتحاد السكندري؟ هو المنصوره فين؟ هي الترسانه فين؟ هي كل الانديه الشعبيه راحت فين؟ كل ده بسبب الفلوس وبسبب الاموال. زي ما قلت لكم امبارح، الزمالك محجوز على فلوسه، المصري محجوز على قيده، ممنوع من القيد، الزمالك ممنوع من القيد، المصري ممنوع من القيد، الاسماعيلي ممنوع من القيد. دول 3 انديه شعبيه، واحنا ما عندناش غير 5 انديه شعبيه في الدوري. هو النادي الاهلي الوحيد والاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري دايما بيلعب على السادس السابع الثامن التاسع انه يبقى في الدوري عشان يقدر يعيش ويكمل. يعني الزمالك هو الفريق الوحيد في مصر اللي بينافس الاهلي، الوحيد في مصر، مفيش اي نادي في مصر. الوحيد اللي ممكن ينافسنا هو بيراميدز ولا عنده جمهور ولا عنده سله ولا عنده باسكت ولا عنده طايره ولا عنده اساسا نادي ولا عنده ملعب ولا عنده اي حاجه. بيراميدز هو اسم نادي وبيأجر ملاعب وبيلعب كوره بس وبيشتري لعيبه في الكوره بس وميزانيته كوره بس، مفيش حاجه تانية خالص، ما عندوش اي لعبه تانية، كوره وقطاع ناشئين وشباب بس، كله كوره مفيش حاجه تانية.
تخيلوا الزمالك بقيمته باسمه يبقى كوره بس، نخليه كوره بس والفلوس كلها تبقى للكوره. لا، الوضع هيختلف. لكن الزمالك بيصرف على 22 لعبه. الزمالك عنده نادي اجتماعي وعنده اعضاء وجمعيه عموميه ونادي كبير. الزمالك مش ملك اشخاص، الزمالك ملك ملايين من البشر، ملك لان هم اي حد بيشجع النادي بيعتبر النادي ده حته منه. يعني انا مش عايز ارغي كتير لان انا بتحط في مواقف رخمه ومش حلوه ومش حاببها، ودايما بيبقى لي قيمه وقدر لرئيس النادي في قيمته كرئيس نادي، قيمته في عطائه، قيمته في السن الاكبر مني. كل ده يبقى فيه احترام واحترام وتقدير لكل دوت. نفس القصه، مين اكتر واحد بيدافع عن نادي الزمالك؟ مين اكتر واحد بيدافع عن لعيبه الزمالك؟ مين اكتر واحد بيدافع عن شيكابالا؟ قناه الزمالك. قناه الزمالك. مين اكتر واحد بيدافع عن شيكابالا في موضوع العنصريه والتنمر والحاجات دي؟ رئيس النادي مرتضى منصور، اللي رفع قضايا، اللي دخل وقصه، وكان شيكابالا ما كان جنبه فاكتر من مره بيعمل فيديوهات مع رئيس النادي، وكان بيضحك مع رئيس النادي. فقبل اي مباريات كان بيبقى فيه تجمع، ورئيس النادي موجود، شيكابالا موجود. ايه اللي جد جديد يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا ولعت ليه؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. الدنيا ولعت ليه؟ احنا طالعين من البطوله العربيه بنقول الحمد لله، الثقه رجعت للعيبه، الوضع افضل، نرجع بقى نحل مشاكلنا ونقفل علينا ونقدر نحل مشاكل القيد، ثم نجيب 2 3 4 لعيبه من اللعيبه اللي موجوده ونبتدي موسم عشان نعمل موسم افضل من الموسم اللي فات اللي كنا سيئين جدا فيه. فهل ده الناس فرحانه كتير قوي في اللي بيحصل في الزمالك على فكره، ناس فرحانه وشمتانه ومبسوطه، وناس همها الكرسي. على فكره في ناس همهم الكرسي، مش همهم النادي، مش همهم النادي يكسب ما يكسبش، همهم الكرسي. الكرسي عندهم نمره واحد. انا عايزه، هو ده بيبقى هدفهم وحياتهم، الكرسي. لكن في ناس كتيره جدا همها النادي، وهمها النادي يبقى احسن وافضل، وفرحتهم من فرحه فوز الفريق باي بطوله وباي مباراه. واحنا مش موجودين دلوقتي، مفيش ماتشات للزمالك، احنا بنقعد ننتظر اي ماتش لنادي الزمالك عشان نكون مبسوطين ونستمتع بيه ونتفرج عليه. وعشنا وكبرنا على حبنا لهذا النادي. اتمنى الجميع يهدى، الجميع يقلل من البوستات، يقلل من الشتيمه وقله الادب والتطاول. القصه تكون فيها دعم. طبعا مش هتكلم على بعض الصفحات اللي بتكون مدفوعه الاجر لهدم النادي، لان ده بيبقى دورها. انا بتكلم على الزملكاويه بجد، الصفحات اللي بتحب النادي بجد، الناس المحبين لنادي الزمالك بجد، الناس اللي مش هممهم كرسي، الناس اللي مش مع المعارضه او ضد المعارضه. مش دي قصتي، انا مش مع ولا ضد، احنا كلنا لازم نكون مع نادي الزمالك. انا اتمنى ان يكون كلامي وصل للناس واللي بتسمعني، وان الدنيا تهدى، وان في النهايه احنا